ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم احمد بيه بني ادم. لاي حد متابع جيد لهذا البرنامج يعرف ان احنا عملنا فيديوهين، فيديو كان عن مذيعين الشارع وفيديو عن اللوكال براندز، وده كان اول فيديو نزل عامه على الشانل. لو ما شفتهمش شوفوهم، انا بحب الفيديوهات دي عامه. ولكن في حاجه مشتركه بين الاتنين ما اديناهاش حقها ولا هنا ولا هنا. الحاجه دي هي كان اسمهم ايه؟ اللي هي مكتوبه في التايتل عادي، مذيعين اللوكال براندز. تعالوا نشوف ايه الدنيا. عندنا هنا بحيري، شاب من خيرة شبابكم طبعا، زي ما انتم شايفين كده، ايفنتات في لوكال براندز، متوافق مع كل حاجه احنا ممكن نحتاجها في انترفيور لللوكال براندز. تعالوا نشوف اخر فيديو هو منزله. قاعد فين؟ في المعادي. لو الحرب قامت في المعادي هتحارب ولا لا؟ ثانيه بس، عشان الموضوع بدأ بحاجه غريبه قوي. فكره ان في حرب تقوم، والحرب دي ليه هتكون في المعادي؟ لو الحرب قامت في المعادي هتحارب ولا لا؟ لا حارب. راجل يا دي حاجه هتعملها في الحرب. سنايبر بصراحة، يعني دي أكتر حاجة بحبها. هو بص، يعني هو بيبقى على حسب اللوت، يعني على حسب انت فين في المعادي. يعني انت ممكن في دجله تلاقي لك اي كي، ممكن في شارع 9 تلاقي المسدس الصغير ده. نخش جراند مول اللي في المعادي ونبتدي نستكشف، ممكن نلاقي سنايبر، ممكن نلاقي اي حاجه. بقى السنايبر. لا ممكن دبابات. انا متاكد ان لو في دبابه دخلت المعادي ممكن تتوه اصلا، ما تعرفش مكان الحرب فين. اسمك ايه؟ كريم. انا مؤخرا ما بقتش فاهم قصه شبيه عفروتو اللي بقوا الشباب يعملوها دي. تحس كده ان الواد ده بيرد الصاصاين. طب كريم، لو قامت حرب دلوقتي في مصر كل الشباب ان هم يحاربوا، هتحارب ولا لا؟ اه طبعا. ودي يا شبيه عفروتو، نزل بالاسلحه والرشاشات، فاهم؟ هنغرقهم. غرقهم اكيد، قصده على رشاط الميه. انا عارف ان دي جوك قديمه من بتوع المعادي، بس هو اللي قال كده، انا ما قلتش حاجه، انا ما ضفتش. ايه اول حاجه هتعملها في الحرب يا كريم؟ انا مش فاهم برضه سؤاله، يعني ايه اول حاجه هعملها في الحرب؟ هطلع سلاحي، هعمل حاجه يعني. فانا هبدا يومي بالقهوه بتاعتي الاول مثلا، واشرب سيجارتين، وبعدها افكر كده، وبعدها ابقى اروح الحرب. اكيد اول حاجه ممكن اعملها في الحرب ان انا احارب. اهم حاجه ان انت تلاقي كفر، تستخبى كده، بعدين تطلع تصطادهم واحد واحد. اهو يا عم طلع كمبر. على حسب فين. ايه ده؟ انت على حسب فين ايه؟ انت داخل ماشي. عامة انا حاسس ان الواد ده اتقل من الواد اللي قبله، حاسه هيقول حاجة من وقفته، حاسس فيه استراتيجية معينة. حرب في ذا درايف يا عم. ذا درايف يا عم، اهو اقل مكان بيحصل فيه حروب في التجمع. ده في حرب حصلت في ذا درايف قبل كده عشان كانوا عايزين يتصوروا مع مصطفى صديق. انا الفت حاجة زي دي، مفيش حاجة من دي حصلت. لما اصحابي نستخبى في ستاربكس. استخبى في ستاربكس ايه يا اسطى واحنا مش مقاطعين؟ وبعدين انا مش بقول لكم الواد ده عنده استراتيجية صح؟ يقصد ان الناس ما بتخشش ستاربكس، ستاربكس بيكون فاضي، فبالتالي هو يقدر يستخبى جوه عادي ومحدش هيشك ان هو جوه في الحرب. صح؟ ميد سنس. بكلم اخواتي في ظهري، نطلع يلا على رفح. طلعه انا واخواتي هنروح رفح ونراجع الاسلحه اللي ممكن تتوقع ان تبقى معاك في الحرب. ترى ايه الاسلحه اللي مع الطفل العبقري خبير الحروب ده؟ معاه مطوة مثلا صح فاهمه. جامد. وايه كمان؟ بس ممكن لو في طوبة على الأرض بتاع. هتحارب بطوبه حمزه. انت بتقول له حرب في ذا درايف، عايزه حرب بايه؟ بتيشيرتات اصيلي؟ درايف. البريك بتاعكم مثلا بتاع الحرب ممكن تاخدوه فين؟ هو الحروب فيها بريك؟ انا برضو يعني ممكن اكون جاهل. ترى ايه نوع البريك اللي ممكن ياخده في نص الحرب؟ هل هيغزلنا ويروح ستاربكس؟ 7 فورتشنز مثلا. ايوه صح، على الاقل 7 فورتشنز لوكال يعني معانا. يعني هو كان هيستخبى في ستاربكس تكتيك حروب، فاهم انت؟ فبعدها ايه؟ هياخد البريك هيروح ستاربكس؟ لا، هيروح بقى ايه؟ هيطلع على 7 فورتشنز. اعتقد مفيش حرب هناك، يعني الدنيا هناك في الرايق. بعد بقى ما تخلصوا الحرب تمام. يعني بعد ما الحرب تخلص كده على الساعه 12 يبتدوا بقى يقفلوا الانوار ويقفلوا الدنيا ويبتدوا يروحوا الناس. الافتر وور بقى هتعملوا ايه بعدها؟ بقى تحتفلوا ازاي؟ افتر وور، والله الشباب ده بيطلع افكار حلوه. انا بالنسبه لي الافتر وور بعد ما اخلص في ذا درايف طبعا اخد الشباب ونروح نكروز ونسبوت في التجمع. لا، الحرب في القاهره. نجيبها عندنا في المعادي. هي حكايه المعادي في الحروب؟ المعادي طبعا مافيا اثرت للدرجه دي على الشباب؟ حدود بقى والكلام ده كله. اسلحتنا يا باشا، انا كاكا ايه، نطلع على اي تاجر سلاح 100 200 نفر، نبضع. ناخد الشباب نروح لاقرب تاجر سلاح في التجمع ونبضع بقى يا باشا. اللي عايز سلاح كارجو واللي عايز سلاح باراشوت كله موجود. هو الفيديو خلص، بس عامه انا كنت عايز اعرف راي هانيا في حاجه زي دي. لو سهيتي من النوم ولقيتي نفسك ولد لمدة يوم هتعملي ايه؟ صحيتي من النوم لقيتي نفسك ولد لمده يوم، هتعملي ايه؟ 100% هتقول حاجة ليها علاقة بان هي هتصاحب بنات. عارفين انتوا الجو ده؟ هلعب بالبنات بس. ايوه هلعب بالبنات بس يا بنتي. هتلعبي يوم ازاي؟ يعني الصبح هيبقوا بنات وبالليل هيبقوا بنات تانية. الناحية التانية يا حبيبي، الناحية التانية. اسمك ايه؟ كوكي. لقيتي نفسك ولد لمده يوم، هتعملي ايه؟ هقعد مع بنات شوية، هجيب بنات البيت ده كده كده. ده اول حاجه الصبح. على الصبح كده هفطر لي بنتين 3 على الريق. بالليل يجي بقى واروح اتخانق بمهتوي بقى، واتخانق مع كل الناس، واتخانق قدام بوينت 90 كمان. لا مش للدرجة دي يا كوكي، مش لدرجة بوينت 90 يعني. دي حاجة انا كراجل بخاف طبعا اروح بوينت 90، بخاف على نفسي. افرض انا دخلت لقيت شباب بمتاوي دخلوا عليا. اشمعنى بوينت 90؟ عشان ده مكان الخناقات.
هو بجد فعلا في ناس بتتخانق عن بوينت 90. قشطه، انا اتكلم في ايه؟ انا من فيصل. اقعد till 6 a.m. برا البيت، اصحى I'll get girls. I'll get girls. هنعمل سليب اوفر. بعد كده بعد الساعة 11 هكلم صحابي الولاد ونقعد بقى لغاية 6 a.m. بقى السايبر، نروح ناكل فول. الولاد بيعملوا اصيع حاجات ممكن تتعمل، احنا بنروح ناكل فول الصبح وبنشرب شاي. مش هروح. مش عارف بصراحه دي هانيا ولا اختها. للي ما يعرفش دي المين هانيا بتاعت الايفنتس اللي هي الفرع الاصلي. مش هروح، هفضل قاعدة سهرانة لحد الصبح في الشارع، اسبوت عند الكشك وافضل قاعدة بعد كشك ايه بالظبط؟ في المعادي. فين في معادي؟ في دجلة. استحضرني سؤال مهم، هو شباب المعادي بيسهروا لحد الصبح؟ لا انا اول حاجه هتحجب فيها. ده الصح عامه. شايفين تفكير البنات وتفكير الرجاله؟ هو ده الفرق بين الرجاله والبنات. قول يا ابني قول، ربنا يبارك لك. واصلي واعمل كل الفروض والله يعني اتوكل على ربنا على طول. هو ده بقى النوع اللي ايه، اللي هيلعب معاكي شويه وهيسيبك ويروح يتجوز بنت الحلال. دي هتبقى بنت الحلال. دلع اصحابي كلهم. طب في حد معين هتدلعه؟ اسمه ايه؟ الحمد لله عمري. الواد ده امبوستر، الواد ده سنيكد ان. انت لو كنت بنت لمدة يوم هتعمل ايه؟ فكك مني انا ماليش دعوه بيه. العب يا بحيري. بحيري الاعلامي محدش يساله، هو بس اللي يسال. مع ان انا كنت عايز اعرف اجابه بحيري في حاجه زي دي. ايه ده، هم دول معادي طاقم مافيا؟ بقول لك يا فيديكس، استنى اوريك حاجه هتعجبك قوي. مين رابر معين هتلاقيكم موجود في الايفنت ده؟ فيكس كده اشمعنى فليكس؟ قابل بقى. تقول ايه لفليكس عشان يجي؟ ازاي ساعدناك؟ خرجت وسكر الزكر. سونز، ها سونز، تعالى بص. ها سونس. تقول ايه لفليكس عشان يجي؟ ازاي ساعدناك؟ خرجت وسكر الزكر. نايس. في يا مريم، انت مش شايفاني ولا ايه؟ في ايه يا سونس؟ طب بتتكلم كده ليه؟ اكتشفت ان هو ما اكتفاش معاهم بفيديو واحد، لا هو في فيديو تاني معاهم. بقول لك يا وينجي، لو في ايفنت في الشيخ زايد تحب مين يجي يغني هناك؟ على قد ما بستغرب طريقه كلام سونس، لو بطل يتكلم كده انا ممكن ما اسمعوش، انا ممكن ما افهمش حاجه هو بيقولها. انا ما اعرفش ليه انا بحب علي حسين. طبعا اخواتي. هو ليه وينجي مكسوف؟ تعمل ايه يا سونز؟ بجرب يا عم. في لا دي بتاعتي انا، ما تجربش. اضرب يا بحيري. روح جرب تغني. اغني انا يعني؟ اه. خلاص؟ اه براحتك يا عم، في بيتها يعني. كمل يا صاحبي. قطع على الانترفيو يا عم، مش كده. الحق. ايه بصوا لي كده ليه؟ مفيش حاجه تتقال اظن. انتوا ساكتين وانا ساكت، وانا مكسوف وانتوا مكسوفين والله العظيم، وحاسس كده ممكن نروح على اللي بعده عادي. احنا النهارده معانا تيشرت من براند عكس. زي ما انتم شايفين ده صفوت، تيشرت من براند عكس. صفوت ده دايما بحسه دي جي خالد بتاع الكوميونتي ده، عشان دايما بيديني فايب اللي هو الشاب ابو اخر بقى، مقطع الدنيا كلها، اصيع واحد يمسك مايك. معانا مين؟ عزو. ماشي عزو، انت لو كلمت الاكس بتاعتك دلوقتي وقلت لها يلا نرجع ووافقت انها ترجع هديك التيشيرت. ماشي. انا عاجبني ردة فعل عزو على الموضوع. هو ما شافش التيشيرت، هو اكيد ما يعرفش يعني ايه براند عكس، حرفيا ما فكرش. هو كان مستعد للحظه زي دي بقاله مثلا 5 سنين. بمجرد ما قال له كلم الاكس، هو طلع موبايل من جيبه واوريدي اتصل بيها وبيكلمها عشان يرجعوا. فانت هنا انت ما تفهمش هو عايزها فعلا ولا هو عايز التيشيرت. سميها اكس. عجبني هو بيبص له في موبايله بيقول له انت مسميها اكس، فهو بيقول له انا صاحب الموبايل يعني، انا اللي مسميها اكيد، لكن انت مين؟ طب بص لي في موبايلي ليه؟ الو الو يا جانا. يا عزو، ازيك عامل ايه؟ ايوه هو ده صوت البنات اللي زعلانه او صوت الاكسات. الحمد لله كويس. وحشتيني. الواد ده بياخد خطوات جريئه قوي عشان خاطر ياخد تيشيرت براند عكس. وحشتك. ازاي يعني؟ في دلع. انا ازاي وحشك يعني؟ هو مش احنا سايبين بعض؟ اهم حاجه ان انا لسه بحبك، فاهمه؟ ايوه بتحبني ازاي يعني؟ وانت تخوني وتعمل كل حاجه وبعدين تيجي تقول بحبك؟ اخس كده يا عزو، طلعت خاين يا عزو. ما انا كده مش هعمل كده تاني. وانا اضمن منين انت مش هتعمل كده تاني؟ بس انت لو عملت كده تاني ما ترجعليش. مش فاهم موقف صفوت هو قد ايه سعيد من الموضوع، وانا من بعيد من ورا شاشه انا حاسس باحراج مش طبيعي. انا بجد مش تمام. ازاي؟ طب وانا ارجع لك ايه اصلا دلوقتي؟ عادي في تيشيرت من براند عكس. هتقول له ايه ده بجد هتجيب تيشيرت من براند عكس؟ لا يلا نرجع موت طبعا. لا اصل انت جاي تكلمني الموضوع ان هو هزار يعني. لا انا مش بهزر كده. ايوه مفيش هزار في البراندات. براند عكس يعني مفيش هزار. طالما براند عكس قال لي ارجع للاكس بتاعتي، هي اوريدي صاحبتي، اديني التيشيرت بسرعه. ارجع لك ليه يعني؟ انت واحد خنتني، ارجع لك ليه؟ ما انت ممكن تعمل كده في اي وقت تاني. خلصانه يعني؟ انت ما بتحبنيش؟ مش عارف.
صفوت بيحاول ما يحرجش نفسه فبيبص في اي حته، تقريبا بيطمن على التيشيرت بتاعه اتسرق ولا لا. كده كده هنتكلم. ايه اللي بيحصل؟ ليه في حد بيفتشه دلوقتي؟ هو تقريبا خد علبه سجاير ودلوقتي هياخد الولاعه. عايز ارجع لي. عاجبني ان صفوت بيمالتي تاسك، وهنا ماسك مايك وهنا بيدي الولاعه، تحسها لوحه من العصر الروماني. طب وانا مش عايزة اعدي الموضوع كده. اخلص، التيشيرت هيروح منك وانا هروح لواحد تاني عادي، والاكس بتاعته هترجع له، ولا يبقى في عكس ولا يبقى في زفت. نتكلم ونحل الموضوع ده، بس نرجع. معلش يا صفوت، احنا اسفين، اقسم بالله انا اسف بالنيابه عنهم، هم الجوز، استحملنا شويه بس يا صفوت بعد اذنك، يعني انت بتحاول ترجع اتنين مفركشين. ممكن نتكلم بس يعني. انا هنرجع ولا لا؟ هو صفوت بيهش حاجه معينه تقريبا، الواد عايز المحفظه خلاص، يعني اللي هو الموضوع ابتدى يعدي حدوده. ممكن ننزل نتكلم. خلصانه ماشي. ايه اشوفك امتى، ننزل امتى ايه؟ هنظبط بقى، اكلمك كمان شويه نظبط. كمان شويه نظبط، بس خلص صفقه التيشيرت دي ويبقى يحلها حلال بقى. عايزه عمل المستحيل ورجع الاكس، واحنا هنديله الهديه بتاعته. امسك عايزه. انا نفسي اشوف التيشيرت. مبروك عليك. انا ما شفتش التيشيرت. حاجتين فكرت فيهم بعد ما الفيديو ده خلص، هل شكل التيشيرت عامل ازاي؟ يعني انا خدت وقت على ما دورت عليه وما لقيتش حاجه اسمها عكس. الحاجه التانية، يعني لو ده حقيقي فتخيل البنت هي مبسوطه بقى ان هو هيرجع لها وبتاع، تفتح التيك توك تلاقي ان هو حرفيا رجع لها عشان خاطر التيشيرت. قعد كل ده عشان تيشيرت. لحظه ادراك ان كلامنا كله بقى شغل وازاي نجيب فلوس ونكون نفسنا. صفوت الشقيان، صفوت بيعاني زيه زي باقي الشباب اللي بتعاني في ان هي تكون نفسها. ده اللي ما يعرفش يا جماعه، صفوت كمان بيعمل فيديو رياكت، يعني هو مش مجرد انترفيور، لا هو صفوت. بغض النظر ايه، مش تعمل حاجه تاني خلاص، هتفضل كده مدى حياتك، دي صدمه عمرك. هو ايه عين عكوزة اسيدة عكوزة. الفيديو خلص ماشي، خلاص خدنا بريك بقى، نكمل انترفيو لو سمحت. دلوقتي معانا مصطفى صديق. يا في لا انت مش مهم عادي. ايه اكتر حاجه توكسيك عملتها في حياتك؟ انت ليه بترز على اخواتك؟ طاقه رز مش طبيعيه. والله في واحده قبل كده كانت معايا في المدرسه شتمتني، فرحت مديها بالكرسي في اسنانها على طول. ايه وبعدها حصل ايه؟ صريح ولا اي حاجه، اترفدت عادي. بس كده؟ بس كده؟ انت ازاي ما كسرتش رقبتها يا عم؟ طيب باين عليك قوي ان انت مش مهتم يا صفوت. الواد حكى لك قصه ونفخ فيها وكسر للبت اسنانها وبتاع، وفي الاخر تقول له طيب وعشان يعني وزير الشباب واقف جنبك. كنت في الجامعه اللي اسمها كوفنتري دي، كنت عندهم حمام ميكس هناك، انا كنت في الحمام الميكس ده ولقيت واحده داخله عليا بس حركت يعني. حركت يعني. انا كنت بعمل حمام. هو انت منين يا مصطفى؟ مصطفى صديق طلع مش من القاهره بجد؟ هو دلوقتي معانا عالية. حاجه بستغربها دايما في البنات اللي بيطلعوا في الانترفيوز، ان دايما بيبقى فيه نوع معين من الايجو بيتحط في الاسم، طريقه القائهم للاسم نفسه. عاليه، جانا، هانيا. عالية مين اكتر حد بتحبيه في الدنيا دي كلها؟ أكيد ماما وبابا. امتى اخر مره قلت لحد فيهم انك بتحبيه؟ لا recently يعني عامة. يعني I usually tell them إنه I love them maybe not as often but I did recently. طيب تكلمي باباكي دلوقتي تقولي انك بتحبيه؟ هل هكسب تيشيرت من براند عكس؟ لو قلت لي هتكسب تيشيرت من براند عكس مقابل انك تتبري منه، ادي ابويا اهو مسحت رقمه. ممكن اكلم، هم مش متواجدين في البلد دلوقتي بس يعني. يا صفوة تركز في الانترفيو يا حبيبي. نكلم ماما وبعدين لو ماما ما ردش نكلم بابا. لو ماما ما ردش نكلم بابا. الاثنين ما ردوش بقى بحبكم يعني. لو الاثنين ما ردوش يبقى تقريبا انت تحبيهم من طرف واحد. بالظبط، هبعت لهم الفيديو. يا جماعه بتبصوا لي ليه؟ بطلوا تستنوا مني حاجه، مفيش حاجه خلاص، سيبوني في حالي. الو. ايوه لولو. ايوه بابا. هي داد. هي ليه تحول، يعني ليه عملت سويتش كاركتر فجاه؟ انت قلتي الاثنين ورا بعض عادي، ممكن باباكي ياخد واحده منهم مفيش مشكله، الاثنين نفس ده، شايفين ده هو ده نفس ازيك يا جميل؟ كله تمام. الجامعه ولا فين؟ في يوني. نسيبهم بقى يكملوا الكلام ده. يلا سلام. شكرا يا صفوت انك بتسيب لهم مساحه يتكلموا فيها مع بعض براحتهم. يا جماعه للي ما يعرفش، صفوت مش بيمر بحياه عاديه زي اي انترفيور، صفوت بيعاني من الرياكتس اللي بتتعمل عليه. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين انا عمر بيدو عمل رياكت على الديت بتاعي. عمر بيدو بقى وكده فاهم، بيرمي. عامه يا جماعه انا ما بتضايقش لما حد يعمل رياكت والجو ده. هو ده
هو ده صفوت اللي انا اعرفه. بس المهم حد يبقى دمه خفيف، فاهمين حاجه؟ يبقى بيعرف مثلا يطلع الضحك بالكلام. يا رب اجعلني خفيف على قلب صفوت، يا رب يشوفني دمي خفيف. بني ادم موجي لما عمل رياكت عليا بجد انا ضحكت فشخ. وضعنا شو لما عمل رياكت عليا ضحكت فشخ. طب وانا صفوت دمي ايه بالله عليك؟ تحرجنيش قدام اخواتي يعني. فانا اتقبل من حد دمه خفيف ويعملها بطريقه محترمه بطريقه كويسه. ده غير ان دول ناس ده الكونتنت بتاعهم، يعني وضعنا ده الكونتنت بتاعه، ادم موجي ده الكونتنت بتاعه، تمام. واصلا وضعنا لسه نزل الفيديو وقال يعني حرفيا في كلام قاله هو عمر بيدو بيعيده، فاهمين اللي هو بيدو بيعيده. تصدقوا حلو؟ صفوت انا نفسي ابقى زيك. انا مش محتاج ابرر اي حاجه من اللي انا بقولها في الديتس او اللي انا بقولها في الفيديوز او حاجه، بس عامه انا كده يعني معظم الكونتنت اللي انا بظهر فيه بيبقى هزار، يعني انا بهزر يعني. خلاص صفوت انا فاهم مشكلتك، فاهم قصدك فاهمك. الاخبار؟ اسمك ايه؟ عمر. عمر احكي لنا كده، سبت الاكس ليه؟ كانت بتخوني مع واحد وقعدت احاول اعرف هو مين ومين ومين والكلام ده كله، في الاخر عرفت في الاخر ان انت. ايه انا؟ ايوه. هو الواد خد وقت برضه عشان يسمع اللي هو، وانا سمعت انت. بس انت مالكش دعوه يعني، هي كانت لا لا يعني ايه؟ انا عملت ايه؟ مش فاهم. ما انت ما عملتش حاجه، انت كنت تحاول ترجعنا لبعض وهي كانت مفهماك، فاهم ان احنا مش مرتبطين وكده، فانت كنت بتكلمها. طب اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ شايف انك مصاحبها اصلا. هو انا في النص بعمل ايه؟ حد يقول لي دلوقتي حالا انا في النص بعمل ايه بين الاتنين شباب بينهم حريم؟ انا هنا اصلا هيبصوا للكاميرا ويقولوا لي معلش يا اسطى بس عايز اكلمه في حاجه دقيقتين وبرجع تاني. فانا يعني من غير ما اعرض نفس الاحراج، لا انا هطلع من هنا خلاص. شكرا. دول كانوا مذيعين اللوكال براندز اللي انا لقيتهم من اول فيديو عملته على اليوتيوب، وانا لسه بحاول افهم العالم ده بيدور ازاي. فحسيت ان انا مش هفهمها غير لو رحت مثلا شبابكم الجاي وعملت انترفيوز مع الشباب اللي بيعملوا انترفيوز. فاكتبوا لي في الكومنتس لو عايزين حاجه زي دي تحصل، ولو وصلت لحد الحته دي في الفيديو اكتب لي حسام انتيكا. ما اعرفش ليه بصراحه، بس اكتب حسام انتيكا ما تسالش عشان انا ما اعرفش. هو انا في كل فيديو اي اسم بيجي في دماغي عشوائيا بقوله، وما تسالنيش ليه كان في اسم حسام انتيكا في دماغي، لان انا ما اعرفش برضو. ولو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك، تعمل سبسكرايب، تعمل شير، تبعته لاصحابك. هتبص تحت كده هتلاقي كام، انا مش هقول لك كام. فلو انت مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب عشان الرقم اللي انت شايفه ده يبقى 20. واعملوا لي فولو على انستجرام وابعتوا لي على الرسائل اي كونتنت عايزين نشوفه او نتكلم عنه الحلقه الجايه. يلا انا هتكل بقى، عايزين اي حاجه؟ السلام عليكم.